عملنا مع بعض وصفات كتير قوي حلوة للمدارس. زي ده مثلا عملنا الباتيه بأشكال جديدة ومختلفة، حلوة قوي كده وكيوت علشان تجذب أطفالنا. وكان يا جماعة بجد بعجينة كده هشة وطرية قوي. هسيب لكم لينكات الوصفات دي أسفل الفيديو ده في صندوق الوصف، وتابعوني بقى لنهاية الفيديو. وعملنا كمان العيش الفينو والكايزر، عملناه من غير لبن، من غير بيض، من غير زبدة، بطريقة اقتصادية جدا، وكان هش وجميل قوي قوي قوي. بجد كده احلى بكتير من بتاع الافران. وكمان مش بس كده، لا كمان عملنا البسكويت بتاع العجوة او بسكويت التمر، وعملنا مع بعضنا كمان البقسماط. وكل دي وصفات هتفيدك قوي في المدارس. وتعالي بقى النهارده هنعمل كام فكرة كده حلوة لللانش بوكس، هتتوفر فيها كل العناصر الغذائية، من خضار بقى، من فاكهة، من حاجة مسكرة، من حاجة بقى مالحة، بروتين، كل حاجة. تابعي بقى الفيديو للنهاية علشان نشوف الأفكار الحلوة في اللانش بوكس النهاردة عملناها ازاي، وايه بقى ينفع مع ايه، وطبعا المتوفر عندك في كل الأحوال. ولكن هننسق كده كام فكرة مع بعضنا. زي ما احنا شايفين كده بنحط فاكهة، بنحط حاجات مسكرة أو بسكويتات أو المهم بقى. تعالوا نبتدي الفيديو بتاعنا ونشوف أول فكرة في اللانش بوكس معانا هتكون ايه. وما تنسوش حبايبي لايك وشير للفيديو لو عجبكم، وكمان سبسكرايب للقناة لو لسه مشتركتيش في قناتي. يلا بينا بقى نبتدي أول وصفة معانا، وهي أول لانش بوكس معانا. بضيف هنا حبتين من البيض زي ما احنا شايفين كده، بضيف عليهم فلفل رومي متقطع أو فلفل أخضر يعني أيا كان، ولانشون بقى أي حاجة موجودة عندك. وتضيفي كده على البيض واعملي خلطة. لو عندك زيتون ضيفي، عندك جبنة موتزاريلا عايزة تضيفي في اللحظة دي ضيفي أي حاجة. المهم حطينا بس كده رشة من الملح، من الكزبرة، من الفلفل الأسود. وهنبتدي إن احنا نقلب وندمج الكلام الحلو ده الجميل مع بعضه. وهنركنه دلوقتي على جنب لغاية ما نحضر الساندوتشات بتاعتنا. عندنا توست، ممكن تعمليه بالتوست الأسمر على فكرة في اللحظة دي، هيبقى طبعا صحي أكتر ومشبع أكتر وأكتر كمان. هبتدي إن أنا أشيل مربع كده من التوست، وكمان من الناحية التانية أو من القطعة التانية. والمربع طبعا ده يا جماعة احنا مش هنرميه، احنا هنستخدمه دلوقتي زي ما هنشوف كده في الوصفة بتاعتنا. سخنت بقى هنا ساندوتش ميكر بتاعي، وفي المرحلة دي لو مش عندك ساندوتش ميكر هينفع قوي قوي على الجريل على النار، او على الطاسة عادي على النار، بس تدهنيها كده او تمسحيها بمسح خفيفة قوي من الزيت. تمام. بصوا بقى فضيت الخليط في القلب بالشكل ده، وقفلت برضو بقطع التوست اللي هي المربعات اللي انا طلعتها. تمام. الفكرة بس علشان كده الحشوة تبقى يعني ما بين التوست نفسه كده. ابتدي انا اضيف بقى شرايح طماطم، ممكن ما تضيفيش زي ما انت حابة. هنا ممكن تضيفي موتزاريلا، انا ما كانتش عندي في الوقت ده، فالموتزاريلا هتمسكهم معاكي اكتر وهتدي برضو يعني قيمة غذائية حلوة، وهيحبوها العيال اكتر واكتر. بجد يا جماعة الساندوتش ده يعني مشبع جدا. الساندوتش الحلو بقى، هنا عملت ساندوتش مربى فراولة. المربى هنا كانت مسكرة حبة، فعشان كده محطتش غير يعني يدوب ملعقة صغيرة بس كده، وفردتها ما بين قطعتين التوست دول. وممكن طبعا تستخدمي فينو كايزر. نوعي بقى، بلاش كل مرة توست، بلاش كل مرة فينو، بلاش كل مرة كايزر، فاهمة؟ نوعي لهم بقى علشان ما يزهقوش. بصوا بقى بعد بالظبط ده مرور 6 دقايق من اول ما ابتدأت، يعني اول 3 دقايق بعدين قلبته وحطيت الطماطم وقطعة التوست التانية وبالشكل ده. هنا بقى حسيت انه يعني مشبع جدا يا جماعة، جدا جدا. فما حطيتش غير ساندويتش واحد بس. بصوا بقى يا جماعة الجمال بجد خطير. بصوا بقى من جوه مليان مليان مليان، يعني حاجة بجد كده تشبع الطفل وجميلة، وكله بقى مستوي مع بعضه. حاجة كده جميلة قوي، وكمان مقرمشة من بره. فطبعا يعني ما تتخيلوش مدى الطعم ومدى أطفالكم هيحبوه ازاي. ببتدي بقى هنا حطيت الفاكهة عبارة عن شوية من العنب، الفاكهة المتوفرة عندك. المهم بقى انك تحط لهم فاكهة. يعني اهم حاجة يا جماعة في اللانش بوكس هي الفاكهة والخضار. هنا الخضار قطعت جزر وخيار بالشكل ده شرايح وحطيتهم، كمان ساندوتش مربى. وكده اول فكرة لانش بوكس خلصت معانا. ندخل بقى على الفكرة التانية. عندي هنا بيضة مسلوقة، ونص بطاطساية كده او بطاطساية صغيرة تكون برضو مسلوقة، وملعقة من زيت الزيتون، ملعقة صغيرة او الزيت العادي. هنبتدي بقى نبهر هنا ملح وفلفل برضو وكزبرة جافة، متحطيش بقى بهارات كتير.
والملح هنا بس علشان خاطر البيضة والبطاطس مش مالحين، وحطيت ملعقة صغيرة كده من المايونيز، عايزة اقول لكم بتطعمه قوي، ولكن لو مش متوفر عندك خلاص احنا مش هنقف على حاجة يا مجدي. تمام. المتوفر عندك بقى اعمليه. بس بعد كده هابتدي على طول إن أنا أجيب العيش بتاعي الفينو، يا جماعة إحنا عملناه مع بعض، وهاسيب لكم لينكات الوصفات اللي وريتها لكم في بداية الفيديو دي أسفل الفيديو ده في صندوق الوصف، تقدروا ترجعوا لها في أي وقت لو حابين. تمام أوي كده. حشيت هنا ساندوتشين بالخلطة الجميلة بتاعتنا دي، والساندوتش الحلو هنا حطيت ملعقة كبيرة كده من زبدة الفول السوداني، وعليها ملعقة كبيرة من عسل النحل. ممكن تستخدمي مربى برضو في المرحلة دي مفيش مشكلة، بس طبعا عسل النحل على زبدة الفول السوداني يا جماعة حوار حوار. كده بقى نبتدي نرص في اللانش بوكس بتاعنا. حطيت هنا علبة زبادي وطبعا معاها الملعقة بتاعتها. وللخضار بقى هنا حطيت برضو خيار وجزر، ده اللي كان متوفر عندي. وللفاكهة هنا حطيت تفاح، قسمتها بالشكل اللي احنا شايفينه ده وحطيتها في ستريت راب، وغلفت كل قطعة لوحدها كده علشان متسودش معايا. تمام. بعد كده قفلت بقى اللانش بوكس، ودي كانت تاني فكرة للانش بوكس. ندخل بقى على الفكرة التالتة. عندي هنا لانشون قطعته كده مكعبات صغيرة، عليه زيتون شرايح، عليه بقى ملعقتين كده من الجبنة، أي نوع جبنة عندك، فيتا بقى، قريش، عندك جبنة دومتي، رودس، بصوا أي نوع انتوا تحبوه حتى لو جبنة نستو. وبس كده قلبتهم. ليه هنا ما حطيتش اي ملح او اي توابل؟ لان الزيتون هنا عندي مالح، وكمان الجبنه ملحها خلاص كده كافي. هبتدي بقى ان انا احشي سندوتشات بالشكل ده، واحاول بقى امليها حلو قوي كده. عايزه اقول لكم افكار حلوه قوي. وكمان فوق منها كده حطيت شرايح من الخيار زي ما احنا شايفين، شرايح خفيفه قوي ورقيقه. للساندوتش الحلو بقى هجيب قطعه من عيش الكايزر، عملناه يا جماعه مع بعضنا. وهنبتدي بقى نحط هنا ملعقه كبيره كده من النوتيلا ونفرد. طبعا اولادنا بيموتوا في النوتيلا، طبعا ده يا جماعه بديل النوتيلا ايس بريد عندك او شوكولاته قابله للدهن يعني. لو عايزين نعملها مع بعض في البيت ممكن انزل لكم الطريقه بتاعتها، لو حابين اكتبوا لي في الكومنتس وانا هنزلها لكم على طول. تمام قوي كده. كده خلاص بقى خلصنا. نيجي نبتدي نحط في اللانش بوكس بتاعنا. حطينا هنا سندوتشات الخيار، وحطيت برضو خيار تاني وجزر كخضار. المتوفر عندك بقى في الخضار حطيه. هنا بقى حطيت الفاكهة عبارة عن كيوي، كان عندي كيوي في الوقت ده فقطعت له شوية بالشكل ده وحطيت كمان هنا كام حبة كده من البسكويت ده حلو، بيبقى محشي من جوه كده شوكليت حلو قوي، بتبقى ناحية بني وناحية بيضة، فبيبقى جميل قوي 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 بجد يا جماعة. جربوهم ومش هتندموا، وحاجة كده حلوة ولذيذة، وواثقة بجد انها تعجبكم. ولو عجبكم الفيديو لغاية هنا متنسوش اللايك والشير للفيديو، وباي باي. اشوفكم في الجزء التاني من اللانش بوكس.